كنا نوقف ببابه هذا الصديق وكنا نجد من هذا الصديق، حمد ايدي إله وحتى أجد منه وما يردني. عبد الأمير الفتلاوي بيوم من الأيام مر بحالة صحية الله يرحمه، فراح للدكتور، فالدكتور طلب عليه علاج مكلف، قال له هذا علاجك يكلف كذا. هسه عبد الأمير رجل متوسط الحال ما عنده منين يجيب، فطلب عليه علاج وقال له هذا علاجك ويوت تدارك حالتك كلش. عبد الأمير الفتلاوي عنده صديق، وهذا الصديق قريب عليه ومدة الإيد والدين صعبة بهذا الوقت وبذاك الوقت. فعبد الأمير الفتلاوي قال خلنا نروح أدين لك كم دينار من صديقي وهو يعطيني ياهن واردهن إله بعسري ويسري وما يرد وما يفشلني. فمشى عبد الأمير الفتلاوي، وهو بالمناسبة عبد الأمير يعرف عند صاحبه فلوس، يعرف صاحبه متمكن، بس هو قبل ما مجربه. فمشى لصاحبه السلام عليكم، قال أخوي أنا مشيت للطبيب وعندي حالة مرضية وأنا هذا وضعي وأريد لك كم فلس أتعالج وبعسرة ويسرة أردهن إلك، ما أنطيك موعد معين. صاحبه صفن يدري بعبد الأمير الفتلاوي ما عنده، وإذا عطاه راح يطول عليه تقريبا. قال له والله يا عبد الأمير تعذرني ما عندي. هنا عبد الأمير حزن وتضايق، قال له شوف أنا مصادقك من زمان وجيتك بالغلط، بس راح أمشي لصديق لا يردني ويعطيني ببلاش ولا يدور منه ولا يدور جزء وأنا أمشي له. أحبتنا المشاهدين وكنا نمشي له إحنا هذا الصديق، وكنا نتعنى من نضايق هذا الصديق، وكنا نوقف ببابه هذا الصديق، وكنا نجد من هذا الصديق، مو نطلب لا نجد من هذا الصديق. قال له إذا أنا طلبت منك ومديت إيدي إلك وجابني الوقت ومديت إيدي إلك، لا عندي صديق راح أمد إيدي إله وحتى أجد منه وما يردني وبابه يقضيها إلي. فعبد الأمير الفتلاوي قال أنا أمشي لعلي بن أبي طالب غبشة. فمشى عبد الأمير الفتلاوي لعلي بن أبي طالب غبشة على ريجه. قبل ما يطب عبد الأمير الفتلاوي وقف بباب الصحن وقال بوجع قلب، قال علي يا مطلق الدنيا مردها، جيتك والمرض روحي مردها. علي يا مطلق الدنيا مردها، جيتك والمرض روحي مردها. أمد ايدي على شباكك ما أردها، أمد ايدي على شباكك مردها، عليك حسين مد ايدك علي. يقولون عبد الأمير الفتلاوي طبل الشباك، حب الشباك ووقع عبد الأمير الفتلاوي، شالوه للمستشفى. فحص الطبيب وإذا عبد الأمير الفتلاوي كل شيء ما بيه. أحبتنا هذا الصديق علي بن أبي طالب، هذا الصديق الحسين، هذا الصدقان أهل البيت، ونسأل الله أن نكون من أصدقاء أهل البيت ومحبين أهل البيت وبقرب عبد الأمير الفتلاوي لأهل البيت. أوصيك يا هاجر، أوصيك أن تخلص اتباعك للإمامة، لا تدوري إلا بفلك علي وفاطمة، ولا تسألي متى وأين. أفخر أنني صاحبة حل وترحال رجل هو أعز أصحاب عزيز رسول الله. أنا دون ما تقولين. هل يحزنك أن أروي لك حديثا قاله علي تتناقله ألسنة الناس في الآفاق؟ اروي لي يا هاجر، تخففي عني. منزلة مالك مني بمنزلة علي من رسول الله.